أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحطة 18 من قطار دورنا، دوري نجوم العراق. الغراف في ضيافة الميناء، أبناء سومر في ضيافة السكانة. الميناء والغراف بحساب الجولة 18 من دوري نجوم العراق. مباراة مهمة للفريقين. ملعب الميناء طبعا هو من يحتضن هذا اللقاء. ميناء بالمركز 15 ب20 نقطة، يضيف الغراف صاحب المركز 11 ب23 نقطة. يبقى القوى الجوية في الصدارة ب37 نقطة، الشرطة ثانيا 35 نقطة، القرمة ثالثا 34، أربيل 34 نقطة بالمركز الرابع. طاقم تحكيم اللقاء يدير الحكم درجة أولى على سلامي سعدة، مصطفى عبد الرزاق، مصطفى حكيم، أمجد كامل. في غرفة الفار مهند مناف وكرار عباس. توفيق للحكم الواضح بالصورة على سلام، طبعا بكالوريوس إدارة واقتصاد، الموظف في مديرية شباب ورياضة الديوانية. لؤي صلاح مدرب الميناء بمواجهة حيدر عبيد مدرب الغراف في مباراة مهمة للفريقين بانتظار انطلاق الصافرة. الميناء والغراف طبعا بحساب الجولة 18 من دوري نجوم العراق. على بركة الله وصافرة الحكم على سلام، وبداية لقاء الميناء والغراف في حساب الجولة 18 من دوري نجوم العراق. موسم طبعا 25 26. الانطلاقة الأولى الله، لكن الراية والتسلل بادية بقوة. كوكو بأول كرة. كوكو الغراف بأول كرة بشباك مع ذاكرين التشكيلة، وربما أسرع هدف في دورينا. ننتظر تأكيد الفار. بداية قوية، بداية رائعة، الراية والتسلل. لاحظ إذا يلغى الهدف بداعي التسلل. بداية قوية من الغراف ومن هداف الفريق النيجيري طبعا كوكو. الراية والتسلل ويلغى الهدف. تشكيل الغراف: كرام الضيف، حيدر عبيد، يبدأ بمجتبى محمد بحراسة المرمى. هناك حسين فلاح، مصطفى الناظم، حسين فالح وحسين عبد الواحد. في الوسط أنيس المعاري، حسن داخل، عباس فوزي. هناك أحمد الحضري وكوكو وبشير دوراني. الغراف بالأبيض والأخضر على يسار الشاشة، بينما بالأزرق والأبيض وعلى يمين الشاشة الميناء. ويلعب مدرب طبعا لؤي صلاح، يلعب بعبد السليم حماد. خط الدفاع مسلم موسى، إبراهيم كونتي، فيصل جاسم، كيسندا. في الوسط حيدر أحمد. هناك أيضا كيليش روبن، أحمد محمود، رضا ماجي. بالمقدمة إياي بليف ومهند عبد الرحيم. توفيق للميناء وللغراف ولطاقم تحكيم اللقاء في هذا اللقاء. وضعية الفريقين طبعا: الغراف في المركز 11 ب 23 نقطة، الميناء المركز 15 ب20 نقطة. مباراة تقام في ملعب الميناء في البصرة.
هذا الهدف الملغى بالثواني الأولى، الراية والتسلل والبار ومهند مناف وكرار عباس، وبالتالي إلغاء الهدف. أول لقاء تاريخي ما بين الفريقين، بين الميناء والغراف في دوري النجوم، على اعتبار الغراف الموسم الأول في دوري النجوم. ابعاد الكرة من حيدر أحمد إلى كيسندا للوسط، أحمد محمود عيد الكرة، الميناء الانطلاقة من النيجيري إياي بليف، لكن راجعة من حسين لا مصطفى محمد حارس مرمى الغراف، من يلعب في نفط جاء من نفط البصرة. راجع الكرة، موسى يعيد الكرة، لاعب المنتخب الأولمبي العراقي مسلم، كرة في الوسط، حيدر تمريرة لعباس ياس، محاولة والانطلاقة من المغربي ماجي رضا للبناء، خطيرة داخل منطقة الجزاء، راجع الكرة، محاولة لعباس ياس وعالية الكرة، ده هدف على إربيل بالنسبة لعباس ياس، طالت الكرة إلى رميتها. أول لقاء تاريخي بين الغراف والميناء، الموسم الأول للغراف والبداية ممتازة مع المدرب حيدر عبيد. تكلم عن فريق يعني بالترتيب 11 بموسم الأول ب 23 نقطة، الميناء ولكن أقرب لمجتبى محمد، حصل الكرة. هذا مهند عبد الرحيم هداف الفريق ب4 أهداف بالنسبة لمهند عبد الرحيم. كوكو قريب، المحاولة الانطلاقة، الغراف راجع الكرة، عباس فوزي عيدها، سيف فلاح يلعب الكرة، جاء من الكرت في الميركاتو، ابعاد من مسلم موسى إلى التماس. حيدر عبيد تكلم على أهمية اللقاء وطموحنا الحصول على النقاط الثلاث، وخطيرة الله، جول التونسي الحضري، حضر بالدقيقة 5 وسجل الهدف للغراف. أحمد الحضري حضر بقوة وسجل للغراف. أول لأحمد الحضري، يحضر بقوة ويسجل. لاحظ الإعادة، التحضير داخل منطقة الجزاء. التونسي أحمد الحضري يسجل حضوره بقوة في شباك الميناء. حلوة المباراة، سجل الغراف، سجل أبناء سومر. الله، صعبة كانت على طبعا عبد سليم حماد. هدف أول للغراف. حلوة المباراة، مباراة لا يوجد بها التوجس، الحذر. سجل الآن أحمد الحضري، وعنده هدف على النجف، هذا هدف الثاني. لكن يبقى كوكو طبعا هو هداف الفريق للغراف. مصطفى ناظم يلعب الكرة، ابعاد من الدفاعات بالوسط،
أنيس المعاري اللاعب اليمني، هدف على القوة الجوية. الانطلاق الآن، حاول الميناء الرد، رضا ماجي راجع الكرة لأحمد محمود، تمريرة قريبة جدا، ياي بليف نيجيري، لكن راجع الكرة. الغين إبراهيم إلى حيدر أحمد، اللاعب اللي سبق اللاعب طبعا للزوراء ولاعب للكهرباء، أحمد الحضري التونسي بالسلامة، على ما يبدو يشكو من الإصابة. حاول الانطلاق والخطأ، حرة مباشرة، حرة مباشرة. هذا اللاعب إياي بيليم النيجيري، الخطأ للميناء. فريقين ما حققوا الانتصار في الجولتين الماضية، يعني الميناء تعادلين أمام أمانة بغداد وأمام زاخو، والغراف خسر طبعا من الشرطة ومن الطلب. حلوة لهذه الجماهير، هاي جماهير الغراف. هذا حيدر عبيد مدرب اللي أشرف على تدريب الزوراء العصرية، صناعات ديالة كرد، لاعب الدولي السابق، كان قلب دفاع، والشقيق الكبير طبعا عباس عبيد اللي احترف في كوريا الجنوبية. الحضري بالسلامة، بينما نضرب لحسين عبد الواحد، لاعب القادم للغراف من نادي القاسم اللي يعاني. هذا الحضري طبعا لعب للترجي التونسي والاتحاد، صفقة جيدة بخط المقدمة مع نادي الغراف. هناك تونسي آخر طبعا بشير دوراني، حرة مباشرة للميناء، عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، فقد ركلة جزاء، بنالتي للميناء بالسلامة، لا يتردد على سلام احتساب ركلة الجزاء بالسلامة. فقد إبراهيم كونتي، لاحظ باللقطة الماضية، شوف الإعادة، هل كانت هناك الإعاقة والتدخل الأول مع مهند بالمرة الأولى، وهنا بالمرة الثانية مع إبراهيم كونتي لاعب الغيني. بالسلامة إبراهيم، ركلة جزاء، بنالتي للسفانة. حلوة المباراة، هاي جماهير السفانة، هاي جماهير الميناء تنتظر التعديل. بنالتي، حديث طبعا في غرفة الفار، هل اتخذ القرار على سلام؟ الحكم اللي يدير هذا اللقاء لا يتردد باحتساب ركلة الجزاء. البنالتي عباس ياس، هو من ينفذ. عباس ياس طبعا دخل بآخر
اللحظات الأخيرة على بداية اللقاء ومكان بالتشكيل الأساسي. عباس ياس، عباس قريب، والتنفيذ عباس ياس، جماهير الغراب. ركلة جزاء بانتظار القرار من الفار. عباس ياس، إذا تغيير أول بداعي الإصابة واضح. لاعب أمير عبد الله للبديل اللي سجل وترك المباراة. أحمد الحضري ترك المباراة ويشترك الآن أمير عبد الله بصفوف نادي الغراف. هذا عباس ياس. عباس قريب، ركلة جزاء، طول الحديث وننتظر القرار. هل هناك شيء؟ وتلغى ركلة الجزاء، تلغى ركلة الجزاء. الراية والتسلل. هنا روبن كيليش الجابوني، وهنا أمير عبد الله بديلا للتونسي أحمد الحضري، لحضر بقوة بالدقائق الأولى وسجل الهدف. مجتبى محمد للغراب، تلغى ركلة الجزاء أمامية. القوة الجوية يبقى بالصدارة ب37 نقطة، بعد ذلك الشرطة بال35، القرمة ثالثا بال34، وإربيل رابعا ب34 نقطة. حيدر أحمد مع أحمد محمود، تمرير الآن. كيسندا يلعب الكرة عالية، المحاولة صراع. حسين فلاح حاول يبعد الكرة، عباس قريب، تقطع الآن. مسلم يحاول، قريبة جدا، انطلاقة من اليسار في الوسط. حسن داخل،
حاول أنيس، خطيرة خطيرة خطيرة، بالعارضة، نيران الصديقة مسلم موسى. لاحظ المحاولة من حسن داخل، لاعب اللي يمثل الأندية النفطية، طبعا النفط ونفط الوسط، وكاد مسلم في شباكة لكن مرت بسهل. هنا التسلل، تسلل على مهند عبد الرحيم، وبالتالي الغاء لركلة الجزاء والتسلل. عالية الكرة خطيرة للغراف، الإبعاد من إبراهيم، راجع الكرة أنيس، حاول بالكرة مصطفى، يترك الكرة، لاعب الدولي السابق، بينما هنا حسين فلاح حسن داخل، غراف، التمريرة، بعد من عبد السليم، راجع الكرة للغراف، من هناك حسين عبد الواحد، تغيير إلى الجهة اليمنى، لاعب مهاري جيد اليمني أنيس المعاري، حسين يلعبها ويتركها مسلم للحارس عبد السليم محمد. الميناء على ملعب هذا الموسم 8 مباريات، هاي المباراة التاسعة، انتصر مرتين الميناء 2-0 على نادي القاسم، 4-2 على النجف، وتعادل 3 مرات الميناء، تعادل مع النفط ونوروز والشرطة، وخسر 3 مرات، خسر من الكرك والكهرباء واربيل. مسلم موسى، تمرير، حاول الآن انطلاقة أحمد محمود، 3 أهداف في هذا اللاعب، حاول يمر والكرة إلى الركني. اللاعب اللي سبق اللاعب للكهرباء ونوروز عند هدفين على القاسم وهدف على النجف بالنسبة لأحمد محمود. حلوة لهذه الجماهير، حلوة الجماهير الغراف، جماهير الناصرية، الغراف اللي يقدم مستويات رائعة. كان جولي كيسندا، هذا عنده هدف على الطلبة في مباراة الاثنين واحد مع الواضح بالصورة مهند عبد الرحيم. كيسندا عالية، الله، ضاعت على البناء على السفانة إبراهيم كونتيه، وضاعت بهذه الشكل. لاحظ أحمد محمود ما تحتاج إلى القوة، فقط إلى التوجيه. ضاعت الفرصة على الميناء. حلوة المباراة. بالسلامة لمجتبى محمد حارس مرمى الغراف حيدر عبيد. تعويض الخسارتين الماضية أمام الطلبة والشرطة، وهدفنا النقاط الثلاث. بينما هولجرد الملا محمد المدرب المساعد لؤي يحضر، يعني لاحظناه في الصورة لؤي صلاح تكلم على النقاط الثلاث وأهميتها، خاصة بعد التعادلين اللي كانت أمام أمانة بغداد وزافو. إبراهيم أحمد محمود راجع الكرة، عباس ياس، عملية تمرير، الجابوني كيلي، تمرير الآن للميناء بعيدة عن النيجيري إياي بيليف.
هدفين لإياي بيلف كانت على نفس ميسان بالبداية، وبعد ذلك ما سجل إياي بيلف، لكن هداف الفريق يبقى مهند عبد الرحيم ب4 أهداف، بينما هداف الغراف وكوكو هذا بشير دوراني اللاعب التونسي اللاعب القادم من النجف. حسن داخل يلعب الكرة، تمرير الآن زين فالح، عيد الكرة مصطفى، تمريرة من هناك لحسين لحسن، بشير انطلاقة من كوكو، حاول عاد من الدفاعات إلى حيدر أحمد، انطلاقة من الكنغولي، كيسندا ينتظر الإسناد، حاول يمر، عيد الكرة مع حيدر، كيليش قريب غير راية مع كونيتي، ياس عباس حاول بالكرة، طالت على ماجي، قطع من مصطفى ناظر لاعب الزوراء والميناء والنجف والقوى الجوية وأربيل واحتراف فيها الأردن، لاعب الدولي السابق طبعا مصطفى ناظم. حسين عبد الواحد كان بالصورة الكنغولي كيسندا موسم ثاني، مصطفى ناظم مع حسين فلاح، غراف تمرير، حسين فالح تمريره لحسين آخر، حسين عبد الواحد انطلاقة للغراف، قراني حاول يلعب الكرة، طالت انقطعت، حاول يمر، طالت الكرة والخطأ، حرة مباشرة للميناء، خطأ على البديل أمير عبد الله، لاعب اللي اشترك بديلا عن صاحب الهدف أحمد الحضري. انطلاقة الآن حيدر عالية والرأسية، لكن إلى مرت مهند عبد الرحيم، طبعا خروج غير موفق كان للحارس مجتبى محمد. هذا ابراهيم لاحظ دائما مع الكرات العالية يتقدم إلى الأمام، لكن من لاعب الكرة برأسية كان مهند عبد الرحيم هداف الفريق ب4 أهداف، سجل هدفين على النجف وعلى نوروز وعلى الطلبة، ومهند إضافة قوية في الميناء على اعتباره هو هداف الدوري مرتين 2015 مع الزوراء، مناصفة مع حمادي أحمد ب 12 و2022 مع القوى الجوية ب 18. هذا بالنسبة لمهند عبد الرحيم. حسين عبد الواحد حاول يلعب الكرة، حرة مباشرة والخطأ، حرة مباشرة والخطأ. شوف الدفع من حيدر، بشير دوراني لاعب التونسي سبق اللعب للنجف، هذا عبد السليم مع مسلم، عباس ياس، الميناء أحمد محمود، عيد الكرة، إبراهيم كونتي، الغيني، ميناء مع مسلم، تلعب رضا ماجي، حاول بالكرة
أحمد انطلاقة، إياي الله 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 الله، النيجيري إياي بليف بليف بليف، هذا المرور الجميل، لكن النهاية الخاتمة الكرة الأخيرة. لاحظ انطلاقة رائعة والتمريرة والمحاولة، عباس ياس المرور الممتاز، لاحظ، لكن النهاية الخاتمة كان يحتاج إلى الحظ. على أي حال مرت بسلام على الغراب. كرة بالوسط، حيدر أحمد حاول بالكرة، الخطأ الآن وحرة مباشرة. أحمد محمود، حرة مباشرة للميناء. حكم على سلام أدار لكل فريق مباراة، أدار لقاء الغراب والكهرباء بالناصرية، انتهت 3-1 للغراب، وأدار لقاء دهوك والميناء في دهوك، ويومها خسر الميناء بهم. حرة مباشرة، هذا إياي بليف، عالية، مهند داخل منطقة الجزاء، إياي مع كيليش روبن، قطع للكرة من حسن داخل إلى الأمام. كوكو قريب، فتنس كوكو النيجيري، كوكو النيجيري طبعا لاعب الغراب، هو ثاني الترتيب ب 11 هدف بعد الأوزبكي تيميروف لاعب اربيل ب 13 هدف، بينما يظهر بالصورة الجابوني كيليش روبن لاعب نادي الميناء. سيم فلاح، التماس، حسن داخل إلى حسين، تمريرة، محاولة، حاول اللاعب أنيس، تمرير، حسين فلاح حاول بالكرة، طالت، هذا حسين حاول بالكرة، كان عباس فوزي قريب، عباس يحاول بالكرة، حاول يقطع الكرة مع حسن، عباس فوزي، أنيس المعاري، حاول حسن لأنيس، عباس، أنيس قريبة، كوكو الغراب يحاول، أنيس المعاري راجعة لعباس فوزي لاعب القادم من الأمانة، والتماس للغرب. 30 دقيقة من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. التقدم للغراب بهدف عن طريق التونسي أحمد الحضري اللي ترك المباراة بداعي الإصابة. رضا ماجد تقطع الكرة من عباس، تمريرة بالوسط، راجعة هذه المرة، سيم فالح، حسين عبد الواحد مع بشير، أمير يعيدها، سيم فالح، حسن داخل، طبعا هو من يقود التوازن بمنطقة الوسط. الله، مر حسن، تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة، الله، ضاعت الكرة، اعتقد بشير قرع. حلوة لعب السليم حماد ينقذ الموقف. الميناء بالوسط، كيليش، انتصارات الميناء الخمسة كانت 2-0 على نادي القاسم، 2-1 على الطلبة، 3-1 على ميسان، 4-2 على النجف. هاي الفرصة اللي ضاعت وتألق عبد السليم حماد، كان بشير دوراني
وفازوا 3-0 على ديالى بقرار اتحاد. بينما الانتصارات الستة للغراب بال1-0 على الموصل ونفط ميسان، 3-2 على أمانة بغداد، 3-1 على الكهرباء، 2-0 على النفط، و3-0 على النجف. يعني الفريقين بالأماكن الدافئة بوسط الترتيب، لكن كل يعلم جولة واحدة على الختام المرحلة الأولى، وبعد ذلك المرحلة الثانية صراع بالمقدمة على اللقب. هاي جماهير الغراف أبناء سومر جماهير الناصرية حلوة لهذه الجبهة، حاضرة في البصرة وفي بغداد وفي النجف وفي السليمانية. أنيس راجعة، سيف فالح بالوسط إلى أمير، زين عبد الواحد، وراجعة من مسلم للحارس عبد السليم حمد. من مباريات طبعا لنادي الغراب خارج ملعب، فاز مرتين فقط على نفط ميسان، 1-0 على النجف، 3-0 تعادل 3 مرات بالنسبة للغراب مع ديالى والزوراء والقوى الجوية، وخسر 3 مرات، خسر من الطلبة وإربيل والكف. الميناء إبراهيم حيدر أحمد، كيسندا راجع لحيدر، عملية التحضير والتدوير بالكرة إلى الجهة اليسرى. مسلم إبراهيم حيدر حاول يلعب الكرة، انطلاقة من هناك، أحمد محمود كيسندا وإلى الركنية، ركنية الميناء. هذا الكنغولي وسيلة كيسندا موسم ثاني مع الميناء، وكذلك معاهم الجابوني كيليش. عباس ياس حاول يلعب الكرة للميناء، عالية، الله الله الله، كيف ضاعت يا أحمد يا محمود، يا محمود يا محمود، يعني همسة لمسة ينفق على الكرة تدخل. لاحظ 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 لاحظ، ضاعت اوه بشكل غريب وعجيب، ما كان يحتاج يعني بالراس مثل ما يقولون وبالمباشر ورايحه على اي حال. ضاعت على الميناء، مسلم موسى يبعد الكرة، حيدر أحمد، روبن كيليش من هناك مع كيسندا، الميناء انطلاقة، يمر مرور رائع، محاولة خطيرة خطيرة للميناء والقطع. هذه المرة من حسين عبد الواحد إلى أمير عبد الله، راجعة الانطلاقة الآن، خطيرة خطيرة خطيرة، ينتظر اوه الراية والتسلل، ركلة حرة غير تسلل على الغراب. هذا أنيس المعاري اللاعب اليمني، شوف بهذه اللقطة الراية والتسلل. كيليش إبراهيم، مسلم موسى
إلى الأمام، طالت على أحمد محمود، هذا مجتبى ميناء الموسم الماضي كان بالمركز 16 وب 43 نقطة. غراف موسم الأول وعودة إلى كرة الناصرية ويمثل الناصرية وغياب طويل لكرة الناصرية. غراف يصل بظهور مميز ورائع لغاية الآن، قدم مباريات جيدة، يعني حتى وضعه وترتيبه أفضل من أندية كثيرة ظهرت طبعا قبل الغراف بسنوات طويلة. رضا ماجي المغربي، التماس، هدف لرضا ماجي وحيد كان على نفط ميسان. الله، ممتع رائع، علامة المميزة بدورينا جماهير الغراف مع اعتزازنا بأنديتنا الأخرى خاصة الشمالية. دائما الملعب كل نتحدث عن دوك، عن أربيل، عن السليمانية، نوروز، السليمانية، وعن زاخر. كثير طبعا اختيارات الفيفا كأفضل ذا بيست الأفضل عالميا بالنسبة لجماهير نادي زاخر. بشير قراني، تحضير الآن مع حسن داخل يلعب الكرة إلى حسين فلاح. التحضير الآن أنيس المعاري، لكن قطع للكرة. عباس يعيدها، انطلاقة، تحضير مع عباس فوزي، حاول بالكرة والخطأ، خطأ الغراف. حرة مباشرة، لاحق تدخل مع عباس فوزي، خطأ على النيجيري إياي بليف اتموين. حسن داخل يعني يتلقى التوجيهات من الكابتن حيدر عبيد مدرب الغراف. حرة مباشرة بمكان جيد، زين عبد الواحد للغراف، أخطر من الركني. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاعات الميناء، راجعة أمير عبد الله. حاول الآن مصطفى يلعب الكرة، راجعة أنيس، تمرير، تلعب من حسين، تقطع بها الوسط، كليش تقطع في المرة، حسين فالح لحسين فلاح، عالية الكرة، تقطع الآن الخطأ ومحاولة، الله، راية والتزم. هذا كوكو فيدليس كوكو النيجيري، 11 هدف. شوف عنده 3 هاتريك على أمانة بغداد، 2 على النفط، 2 على الكهرباء، 2 على النجف، وهدف على الطلبة وعلى أيضا على نادي أربيل. يعني من ال 17 هدف اللي سجلها الغراف هذا واحدة سجل 11. كيسندا بالوسط، إياي تلعب ماجي، رضا المغربي، الميناء راجع الكرة مع مسلم إلى كيليش، حيدر أحمد، تمريرة وتحضير
كان جيد من مهند، راجع الكرة مرة أخرى، التحضير، واللي بعد. النهايات دائما ما تكون جيدة. عد البناء، محاولة الآن، حاول يمر، يحاول، وإلى أحمد محمود وبلنتي، بنالتي، ركلة جزاء للميناء، هذه المرة يحتسبها على سلام ولا يتردد. هذا أحمد محمود، ركلة جزاء للميناء، لمسة يد. خلي نشوف اللي هاي جماهير السفانة، هاي جماهير الميناء. الحديث لاحظ الإعادة، هذا أحمد. أوه لاحظ 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 مع البدير أمير عبد الله. بنالتي، اعتقد ذهب للمعاينة أو شيء، خلي نشوف. ذهب إلى الفار. هذه اللقطة، هذا الوضع التشريحي لليد مع الجسم، خارج الجسم، التقدير لحكم اللقاء على سلام. أوه 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 لؤي صلاح. ننتظر القرار من الفار. لؤي صلاح يتكلم ويا الرابع. وننتظر القرار من الفار. هيا علاء يا سلام، اكتسب ركلة جزاء والغاء الفار. على سلام في اللقطة والحديث على الفار. لاحظ ننتظر القرار. على سلام، جماهير الميناء تنتظر، أتى القرار من الفار، أتى القرار من الفار. لا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء. يقول له والله العظيم ركلة جزاء، يعني حركة الشفا. هذا واضح من كلامه. كابتن لؤي صلاح، لاحظ 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 الإعادة. على أي حال يبقى القرار لأصحاب القرار على سلام. للمرة الثانية. أوه ذولا عائلة بصرية، عائلة مينائية، عائلة تعشق السفانة وحب السفانة بالوراثة. شوف الأب والأم والأطفال، وتحية لعوائلنا الكريمة. نلعب في الوقت بدل الضائع. حسين عبد الواحد راح يلعب الكرة. مهند عبد الرحيم، والحديث مع على سلام على ركلة الجزاء، و9 دقائق. يبقى التقدم للغراب بهدف أتى بالدقائق الأولى من عمر المباراة. أحمد الحضري
حضر بقوة التونسي وبعد ذلك غادر المباراة بداعي الإصابة. مسلم يلعب الكرة بالوسط، حسن داخل تبرير، الجوراني، كوكو، بشير حاول لكن تقطع الكرة. انطلاق الآن من اليمين، كيسندا، ياي بليف حاول بالكرة بعد هذه المرة من مصطفى ناظم بالوسط. أنيس سالم، هذا أنيس سالم المعاري، حرة مباشرة وخطأ للغراف. حسين فلاح عيد الكرة مع مصطفى لحسين فالح، جوراني، حيدر يقطع الكرة، كيسندا، كيليس، ابراهيم، ميناء حاول نقل الكرة، مهند ينطلق، كيسندا خطيرة داخل منطقة الجزاء وإلى الركن، ركنية للسفان. تحس في بعض أوقات الشوط أفضلية، طبعا أفضلية للميناء لكن يبقى التقدم للغراف بهدف. الركنية الآن عالية ومسك رائع من مجتبى محمد، مسك محكم أعلى نقطة. فريقين تعادلوا 5 مرات، يعني حالات التعادل للميناء 0-0 مع أمانة بغداد، 1-1 مع زاخو والشرطة ونوروز، وأيضا تعادلوا ب0-0 مع النفط. كوكو الغراف يحاول وإلى الركنية، قطع من عباس ياس، هذا كوكو، وهنا مسلم موسى لاعب المنتخب الأولمبي العراقي الغيني، إبراهيم، ركنية الآن للغراف، 3 ركنيات للميناء، 2 للغراف، وهذه المرة حسين عبد الواحد. حسين يحاول يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، طالت هذه المرة وحرة مباشرة والخطأ، خطأ لإياي بليف نيجيري. ميناء، مسلم، إبراهيم حاول يلعب الكرة، حاول اللاعب كيليش، راجعة كيليش، روبن، رضا ماجي، عالية وخطيرة لإبعاد الآن مجتبى، تعود مرة أخرى حيدر، أحمد، عالية 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 وخطيرة، ووصلت لأحمد، أحمد محمود، ماجي، الله 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 الله، حلوة من المغربي رضا ماجي، لعبها لافة، يعني لاحظ لافة، لاعب رائعة بالزاوية البعيدة، فكرتها جميلة لكن ما كملت. مجتبى يلعب الكرة، الدقيقتين الأخيرة مع الوقت بدل الضائع طبعا.
تقدم للغراب بهدف للاعب اللي ترك المباراة وسجل الهدف، أحمد الحضري لاعب التونس. الغراف أمامية الكرة، إبراهيم قريب، قطع للكرة والخطأ فقد والبطاقة، تعرض للإعاقة طبعا بشير قوراني من اللاعب الغيني إبراهيم كونتي، بينما هنا بشير قوراني لاعب النجف السابق. حرة مباشرة في مكان جيد للغراف. هاي الكرة الله الله حلو ما يكمل، لو كانت في الهدف واحد من الأهداف الجميلة. ثواني أخيرة متبقية، قد تكون الكرة الأخيرة بهذا الشوط ويبقى التقدم للغراب بهدف. حسين عبد الواحد قريب، حسن داخل قريب، خلينا نشوف، ربما حسن داخل هو قريب، يترك الكرة، تسديد بالجدار، ابعاد الكرة، وعلى ما يبدو طبعا ربما الصافرة انطلقت. خلينا نشوف هل هناك شيء. هل هناك شيء؟ لاحظ، اوه يا مهند يا عبد الرحيم، هل هناك شيء؟ صافرة الحكم على سلام. تنهي احداث شوط المباراة الاول. الشوط الاول ينتهي طبعا بتقدم الغراف بهدف مقابل لا شيء للميناء. سجل الهدف الغراف عن طريق التونسي احمد الحضري. لنا عودة بعد نهاية فترة الاستراحة وبداية الشوط الثاني. الى اللقاء. ركنية الآن باركو، هناك عرقلة بالعارضة وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار، عن طريق اللاعب ذو الفقار علي، ذو الفقار يونس عبد علي، ذو الفقار يونس عبد علي. وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع، هل كان هناك اكو دفع. وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريقه اربيل، واول اهدافه هذا الموسم، اول اهدافه هذا الموسم. بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف 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 الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار. لكن هنا قد يكون نشوف هل سيتأكد من صحة قرار
حكم اللقاء. محاولة من اللاعب هنريك فرناندو. الحسن نعيم خطرة، الله، جول كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة، بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة، كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة، واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع، اللاعب الخالي من الرقابة. شوف 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 الكرة الآن، شوف الكرة، شوف همام ابتعدت الأحمد محمود، محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد. يدرك من خلالها التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1 الآن. ضرب ديالا والتوجيهات، انطلاق الآن أوليفيرا، جول مارادونا 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 كلاوديا أوليفيرا. لاحظ التمريرة الرائعة، روى لأوليفيرا بهدف أول، حلوة قوية وعلى الزاوية البعيدة، وأول لنادي نوروز عن طريق كلاوديو أوليفيرا. سجل نوروز هدف أول، فرح ليايات، انطلاقة الآن، براهيمة عدل جول للديالة عن طريق تانديا لمدينة البرتقال بهدف في غاية الجمال. راح تانديا بثالث مباراة يسجل تانديا ثالث أهدافه مع ديالا. سجل على الطلبة وسجل على الغراف ويسجل الآن على ديالا بثالث مباراة بثالث هدف لهذا اللاعب. يقدم أوراق اعتماده بشكل رائع مع ديالا. إبراهيم تانديا مع الحايك، أوليفيرا عالية، الله الله الله، ثاني لنوروز عن طريق خوزيه نيتو البرازيلي البديل الناجح. ثاني لنوروز من برازيلي لنيجيري لبرازيلي، نيتو ثاني لنادي نوروز. اليوم البرازيلي لاحظ الله، من برازيلي إلى برازيلي ثلاثة برازيليين. لاحظ أوليفيرا لجيفرسون لنيتو الله 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 الله. ما كان جيفرسون، هذا نيجيري وكمل عليها البرازيلي، من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. ثاني الأهداف لنوروز، نوروز وثاني أهدافه. عودة من جديد، تلعب بتمريرة بعرضية، محاولة راسية، البرازيلي يدون أول أهداف في البرازيل تياغو، وأول أهداف في المباراة. نعم، إنهم قادمون من أجل القمة، من أجل اعتلاء هرم الترتيب، ومن هناك يسجل الهدف الأول فريق نادي القرمة برأسية مخادعة لجعفر شليشل. نعم، مغالطة ومخادعة لدفاعات فريق نادي الكرخ. هدف أول
يسجل في هذه اللحظات عن طريق البرازيلي تياغو في خامس ظهور، في خامس مباراة للبرازيلي. نعم، ليونسو تياغو بكرة وعرضية ورأسية من هناك تخدع الجميع وتسجل أول الأهداف لفريق نادي الكرخ. نعم، 1-0 بهدف رائع وبرأسية ذكية تخدع أكبر الحراس. نعم، وتخدع أيضا أكبر المدافعين والدفاعات في ضربة ركنية هي السادسة للكرخ. يبحث من هنا خطيرة رأسية، من هنا جول وهدف التعادل. من هناك ننتظر مشاهدينا الكرام والمتابعين في لحظات مثيرة جدا. حتى الآن لم ينتصر القرمة ولم يخسر فريق نادي الكرخ. كرة ومتابعة وتصويبة، محاولة خطيرة الآن. ممكن المواس قد تكون الفرصة الأخيرة فيها هدف، هدف أول للشرطة ليونيل أتيبا. الله 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 الله. أعتقد أيضا راية على ليونيل أتيبا. هل يحتسب الهدف؟ ليونيل أتيبا يسجل في هذه اللحظات ليونيل أتيبا. وأيضا الهدف يسجل الآن لفريق نادي الشرطة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع. هو أضاف 4 دقائق والشرطة في الدقيقة الرابعة لم يترك الشوط الأول ينتهي بالتعادل. يأتي أتيبا ويسجل 8 أهدافه مع الشرطة خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة الله على التمريرة، غير متسلل هذه المرة. أتيبا يسجل هدف شرعي لفريق الشرطة. واحد القيثارة لا شيء الغزلان ينهي الشوط الأول الشرطة بهدف ليونيل أتيبا بتمريرة سحرية عن طريق اللاعب محمود المواس اللي لعبها بحرفنة لقدم اللاعب ليونيل أتيبا اللي مر من الحارس وسدد بكرة وفي المرمى ليعلن فريق الشرطة عن افتتاح التسجيل من خلال الشوط الأول. إذن هدف للشرطة مقابل لا شيء للنجف أمام فرحة المدرب مؤمن سليمان. الأخطاء المحتسبة 4 للنجف، 2 لفريق الشرطة. ركلة حرة علي داخل منطقة الجزاء خطيرة. التعادل جول للنجف. هدف للنجف عن طريق سجاد رعد يسجل لفريق النجف هدف التعادل في الدقيقة 70 سجاد رعد يسجل هدف التعادل في مرمى الشرطة ليعيد فريق النجف إلى الواجهة في هذه اللحظات بدخوله إلى المباراة. البديل يشعل الفتيل في هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل بعد دخوله للمباراة. يسجل سجاد رعد هدف التعادل لفريق النجف. إذن النجف الآن يتعادل أمام الشرطة في هذه اللقطة، في هذه المحاولة بعدما مرر علي فاز داخل منطقة الجزاء، وتحضير كان جميل من اللاعب سجاد رعد اللي أخذ الكرة بهذه الطريقة وسجل هدف التعادل لفريق النجف. هنا الإعادة حاول معها حارس المرمى أحمد باسل، لكن مرت على أحمد باسل ليدرك فريق النجف هدف التعادل في مرمى الشرطة. مباراة ماراثونية ما بين لاعبي النجف والشرطة، ومحاولة المواس داخل منطقة الجزاء. ممكن ثاني من جديد أتيبا الكاميروني بنفس الطريقة. الأسد الكاميروني بنفس الطريقة في الشوط الأول سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع، ويسجل في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل ضاع هدف ثاني لفريق الشرطة. يفعلها من جديد أتيبا، ثاني لفريق الشرطة ثاني. أي إثارة في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي جمال في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي مباراة مجنونة ما بين الشرطة والنجف، أي مباراة جميلة شاهدناها ما بين الشرطة والنجف.
ونجم المباراة نجم الشباك هذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة ليونيل أتيبا. ليونيل أتيبا، ليونيل أتيبا يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة، يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ المحاولة، مناف وبعد ذلك العارضة ليكملها أتيبا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن هدف ثاني. هدف قاتل في مرمى النجف، هدف قاتل في مرمى النجف. النجف كان في طريقة إلى التعادل، النجف كان في طريقة إلى التعادل، لكن أتيبا لم يترك الشوط الأول يخرج بتعادل، ولم يترك النجف يخرج من الشوط الثاني بتعادل. لذلك ليونيل أتيبا نجم هذه المباراة يسجل هدفين في مرمى النجف ليرفع رصيده إلى 9 أهداف. والشرطة الآن إلى المركز الثاني، بعد بألوانه البيضاء. الكرة تنفذ الآن عالية داخل منطقة الجزاء. الله، هدف أول للأنيق، هدف أول للأنيق. زيد إسماعيل ومن غيره دائما بالمهمات الصعبة يسجل الهدف الأول للأنيق. الله 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 على الطلبة وعلى الفرصة الأولى والتهديد المباشر. زيد يسجل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 8 من شوط اللقاء الأول. زيد إسماعيل بعدما سجل على زاخو هدف الانتصار وسجل على نوروز كذلك هدف الانتصار، اليوم يعود ويسجل بالجولة 16. شوفها بالإعادة، الكرات الثابتة، زيد إسماعيل والرأسية اللي باغتت حارس المرمى مجتبى محمد، وبذلك يمنح الأفضلية والتقدم لفريق الطلبة. الأنيق يسجل، الأنيق يدون. وما هي ردة الفعل بالنسبة للمدرب حيدر عبيد وفريق الغراف؟ بداية قوية، بداية مشتعلة، ويا لها من بداية يا زيد إسماعيل. لازلنا لم ندخل بأجواء المباراة بعد، وهنا فرحة جماهير الأنيق تنتشر على مدرجات ملعب النجف الدولي. زيد يصل إلى هدف الثالث هذا الموسم. النيجيري فيدلس كوكو وفهد طالب، فرصة للنيجيري بلقطة للتحليق عاليا، لكن أمام فهد الغراف للتعادل. فهد طالب وهنا الكرة فيدلس كوكو. الله، النيجيري مستمر يرقص وينشر الفرح لجماهير الغراف. الله 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 الله، من ضفاف النهر ولد نادي لا يعرف إلا النقاء. هنا الأفراح تنتشر لأبناء الذقار والناصرية، وهدف التعادل يصل بالنسبة للغراف. فيدلس كوكو يسجل الهدف 11 له هذا الموسم، وهدف التعادل بالنسبة للغراف. وهنا ممثلين ذقار والناصرية، وأنا مهما صرت وش ما تعليت أستعد من أسمع اسم الناصرية، هكذا يؤكد فيدلس كوكو النيجيري بلهجة جنوبية خالصة. يسجل هدف التعادل. أيضا ضربة ركنية، كرات الثابتة للطلبة خطيرة. جول، تكلم التاريخ، تكلم الأنيق. هدف يذكر الجميع من هو الطلبة. الله 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 الله، دريسك عين زرقاء من الحالات تلمع. هذا هو الأنيق، هذا هو الطلبة. نعم أنيق ودلعوني، وبلون السما لوني الأزرق يسجل الثاني. وحذرنا من الكرات الثابتة يا الغراف، هو الوسلاتي، هو حبيب الوسلاتي التونسي يسجل بعدما سجل هدف الانتصار على الشرطة، وبعدما سجل على الكهرباء يعود اليوم ويسجل هدف من الضربة الركنية بكرة باغتت مجتبى محمد والخط الدفاعي. وهدف ثاني للأنيق الآن، هدف ثاني للطلبة على نهاية الوقت الأصلي، والطلبة يتقدم بهدفين مقابل هدف ويطمح للمزيد. لكن سيف رشيد، الله، هنا الطلبة وسيف رشيد يسجل ثالث الأهداف. خطفها للكرة وراح وسجل.
إذا نتواصل معكم أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. شوط المباراة الثاني، الميناء يضيف طبعا الغراف لحساب الجولة 18 من دوري نجوم العراق موسم 25-26. طبعا المباراة تقام في ملعب الميناء في البصرة. لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى طبعا بتقدم الغراف بهدف لأحمد الحضري لاعب التونسي، وبعد ذلك ترك المباراة. مسلم موسى طبعا في أول تغيير للسيد لؤي صلاح يترك المباراة ويشترك مرتضى علي. محاولة أولى للميناء على الغراف. طبعا الميناء بالأزرق بينما الغراف بالأبيض والأخضر. إكرام الضيف الغراف ومدربه حيدر عبيد طبعا يخرج حسن داخل ويشرك علي خالد بالرقم 16. بالنسبة لي الغراف ومدربه حيدر عبيد يلعب بمجتبى محمد بحراسة المرمى. هناك حسين فلاح، مصطفى ناظم، حسين فالح، حسين عبد الواحد، ويتواجد علي خالد، عباس فوزي، أنيس سالم المعاري، أمير عبد الله، بشير قوراني، وكوكو. هذه تشكيلة الغراف. بينما السيد لؤي صلاح أخرج مسلم موسى وأشرك اللاعب مرتضى علي بمنطقة الوسط. وبالنسبة لي مرتضى علي لاعب الطلبة السابق. وعلى ذلك تشكيل الميناء يلعب بعبد السليم حماد بحراسة المرمى. خط الدفاع إبراهيم، عباس ياس، كيسندا. هناك في الوسط كلش، مرتضى علي، حيدر أحمد محمود، رضا ماجي، إياي بليف، ومهند عبد الرحيم. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم طبعا درجة أولى من الديوانية على سلامي ساعدة، مصطفى عبد الرزاق، ومصطفى حكيم، وأمجد كامل كحكم رابع. بينما بغرفة الفار مهند مناف وكرار عباس. توفيق للفريقين ولطاقم تحكيم اللقاء. وضعية الفريقين: الغراف بالمركز 11 ب 23 نقطة، بينما الميناء المركز 15 وب20 نقطة. التماس الآن للميناء. كيسندا يلعب الكرة بالوسط، عباس ياس واضح غير السيد لؤي صلاح من الأربع لاعبين بالدفاع إلى 3 لاعبين الآن بمنطقة الدفاع، 4 بالوسط و3 في المقدمة. إبراهيم يلعب الكرة مع مرتضى بالوسط، عباس ياس تنقل الكرة، يحاول مهند، تقطع الآن، راجعة لمجتبى. حارس مرمى الغراف أمامية، قطع الآن، ماجي المغربي، رضع يمر للميناء، يحاول الآن، عالية وخطيرة، مهند قريب، تحضير، وكيسندا مع كيليش، تمرير الآن، قطع للكرة وحرة مباشرة وخطأ للغراف. خطأ للتونسي بشير قوراني. الشوط الثاني ميناء 20 نقطة، 5 انتصارات، 5 حالات تعادل، 7 خسائر. ميناء سجل 19 واستقبل 20، بينما الغراف 6 انتصارات، 5 حالات تعادل، 6 خسائر، سجل 17 واستقبلت شباكة 14 كرة. كلش إلى الأمام، طالت هذه المرة على المغربي رضا ماجي. هذا رضا ماجي، بينما هنا مجتبى حارس مرمى الغراف. أمامية الكرة،
بالوسط ماجي عيدها مرتضى تحضير مع عباس تمرير لحيدر أحمد قدوات تمريرة رائعة لكن تقطع الآن حاول يقطع الكرة حسين عبد الواحد تمرير الآن طالت الكرة والتماس للغراف طبعا هذا أحمد محمود أضاع فرصة ثمينة بينما هنا حسين فلاح للغراف فريقين يبحثون عن النقاط الثلاث أنيس سالم أمامية سهلة جدا لعبد السليم حماد على اعتبار الفريقين آخر مباراتين غراف طبعا خسارتين من الشرطة 0-1 ومن الطلبة 1-3 والبناء أيضا ما حقق الانتصار تعادل لينمان بغداد وتعادل مع زاخر حيدر كيسندا عيد الكرة إبراهيم عباس ياس ماجي مرتضى راجع الكرة انطلاقة من هناك أحمد أمامية من حسين إلى التماس هذا هداف الفريق كوكو ب 11 هدف وثاني الترتيب بعد الأوزبكي تيميروف انطلاقة الآن إياي بليف قريب جدا مع كيسندا انطلاقة يحاول يمر قريب جدا حكم المباراة قريب تصير استمرارية حاول الآن قريبة جدا و الانطلاقة من هناك التماس حكم المباراة يعيدها هل هناك شيء في غرفة الباب؟ هذا المغربي رضا وهنا إياي بليف داخل منطقة الجزاء خرجت الكرة إياي حيدر أحمد يحاول تمرير وخطيرة إبور ربما الراية النيجيري إياي بليف والراية والتسلل لاحظ في اللقطة الماضية الراية صحيحة والتسلل على اللاعب النيجيري إياي بليف سبع خسائر للميناء طبعا كانت خسر الميناء 0-1 من القوة الجوية ودوق 0-2 الكرخ قرمة الزوراء 1-2 من الكهرباء 3 من أربيل هذا كوكو بينما الخسائر الستة لنادي الغراف 0-1 من القرمة والكرخ ونوروز والشرطة و1-2 من أربيل و1-3 من الطلبة تماس الآن حسين فلاح يلعب الكرة غراف حاول يمر طالت فكرتها جميلة لكن طالت إلى ركلة مرمى للميناء عبد السليم مرتضى علي إبراهيم مع حيدر أحمد قدم مستويات رائعة مع الفريق عباس ياس
احمد من هناك، مرتضى عباس ياس مساحه لعب الغراف. الميناء يحاول ان يعدل. ابراهيم اللي حصل على بطاقه صفراء بشوط المباراه الاول. ابراهيم كونتي اللاعب الغيني. تمرير الان ميناء عباس، تمرير تحضير مع حيدر كيسندا، تقطع الكره. حاول اللاعب بشير جوراني لكن القطع هذه المره. عباس، هدف واحد على اربيل لعباس ياسر. انطلاقه من هناك. احمد محمود ينتظر، ايلي بليل قد تقطع. ماجي المغربي، رضا لاياي. تمرير الان لحيدر. ميناء يحاول ان يعدل مبكرا. ابراهيم، مرتضى قريب. حيدر راجعه للميناء. طبعا الميناء مباراة القادمة في الجولة الأخيرة، الجولة 19 من المرحلة الأولى، سيواجه الموصل في دهوك، بينما الغراف سيضيف دهوك بحساب الجولة 19 والأخيرة من المرحلة الأولى. مرتضى يلعب الكرة للميناء، حاولت قطع الكرة. مؤنث قريب وحرة مباشرة وخطأ للغراف. اللقطة الماضية خطأ، عملية سحب ماجي لعلي خالد، اعتقد قادم من الكهرباء هذا اللاعب. أمامية الكرة للغراف، أفضلية طبعا نسبية بالحيازة بالانتشار للميناء لغاية الآن بشوط المباراة الثاني، لكن لا توجد خطورة طبعا مباشرة على المرمى. مؤنث تمرير كيسندا قريب، حاول يقطع الكرة. حسين لعباس فوزي، راجع الكرة. مصطفى ناظم يعيدها هذه المرة لحسين فالح. كليش تمرير، عالية الكرة، صراع والانطلاقة. جوراني بشير تمريرة، حاول اللاعب اليمناني سالم، تقطع الكرة للميناء. انطلاقة من المغربي رضا ماجي. عملية تحضير مع عباس ياس. عباس قريب لكيليش الجابوني. ميناء قطع هذه المرة من حسين عبد الواحد. جوراني سكوكو يلعب الكرة مع أنيس سالم. عملية تحضير لأمير. عباس قريبة، طالت هذه المرة، خطيرة كانت، طالت على اللاعب أمير عبد الله. محاولة خطيرة كانت. كل يعلم الغراف أسس عام 94. اسمع لعبت في هذا الفريق، تحدث عن عادي ناجي، سعد شطراوي، كاظم حمد، حبيب عبد الكريم، عباس صبار، راحل عويس طالب، حسن علي، خالد نزال. بينما الميناء العريق الكبير حرة مباشرة. هنا بشير جوراني اللاعب التونسي، حرة مباشرة للميناء.
أحمد محمود حاول يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، بعد من الدفاعات والخطأ. هذه حرة مباشرة للغراب. ساعة من اللعب 60 دقيقة. بالسلامة لعلي خالد اللاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني بديلا عن حسن داخل. داخلين على الدقيقة 61. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، يبقى التقدم للغراب بهدف عن طريق التونسي أحمد الحضر. حيدر عبيد معاه بالكادر التدريبي، تحدث عن الدولي السابق على الخيمة حيدر يحيى. وليد جمعة مدرب اللياقة البدنية اللي عمل لفترات طويلة مع منتخبات. إضافة جيدة بالنسبة لوليد جمعة مع الغراب بجانب اللياقة البدنية اللي عمل مع منتخب الناشئين والشباب والعروض. لكن محمد جميل مدرب للحراس، بينما السيد لؤي صلاح معاه هولجر بالملا محمد وأوس إبراهيم ومدرب للحراس عامر عبد الله. كيليش حيدر أحمد، إضافة جيدة للميناء، لاعب السابق للزوراء وللكهرباء. بشير قراني حاول بالكرة، كوكو تقطع الكرة، إبراهيم ماجي تمرير مع مهند عبد الرحيم، قراءة جيدة. عباس قطع الكرة، فوزي تمرير غراب، جوراني يعيدها بالخطأ، مهند قريب، أحمد محمود من هناك مع عباس ماجي، مهند قريب، عباس ياس، أحمد محمود، مينا قريبة، بعد من علي خالد، راجع الكرة، حيدر مرور ممتاز إلى كيسندا، إياي ميناء، ولبعاد هذه المرة نحسين، راجع الكرة لإبراهيم، بعض الأرقام دورينا. الشرطة أقوى خط هجوم بدورينا ب 29، والقاسم هو الأضعف ب4 أهداف فقط. هو الجوية والشرطة الأكثر انتصارا داخل منطقة الجزاء، وتصل لمستوى. هو الجوية والشرطة الأكثر فوزا ب 11 انتصار. نادي القاسم لم يحقق الانتصار لغاية هذه الجولة. هو الجوية أقوى خط دفاع بدورينا ب8، بينما القاسم الأضعف ب42 كرة في شباكة، بينما الأكثر تعادلا بدورينا الزوراء والكرخ. والقاسم الأكثر خسارة ب16 مرة، بينما الزوراء الأقل بخسارة واحدة. تحدث عن ميناء عريق أقدم طبعا تأسيسا مع القوى الجوية في 1931. بالنسبة للميناء لقب وحيد بدورينا، لقب وحيد للسفانة. جماهير الغراب سعيدة بالتقدم لغاية الآن وتبحث عن النقاط الثانية. علي خالد أمامية، إبراهيم بالوسط، كيليش روبن، عباس ياس، انطلاقة من هناك وقريبة جدا وخطيرة لكن مرت. كيسندا مرة أخرى يحاول، مهند عبد الرحيم، مرة مباشرة والخطأ. حكم اللقاء على سلام يشير إلى التسلل.
الفرق اللي تعاني الآن نفط ميسان بالمركز 17 13، بعد ذلك الكهرباء 11 نقطة، هناك النجف ب10 نقاط والقاسم بنقطة. امتياز الجولة تجيب مباراتي الزوراء مع أمانة بغداد، الشرطة مع النفط بسبب ارتباط الفريقين في البطولة الآسيوية. الزوراء دوري أبطال آسيا ليفل 2 والشرطة ليفل 1. حيدر يلعب الكرة إلى روبن كيليش، روبن إبراهيم مرتضى علي، عيد الكرة للميناء، كيليش لحيدر، عباس يقطع الكرة، حيدر أحمد، كيسندا. دفاعات الغراف ناجحة لغاية الآن للتصدي لكل محاولات المين. السلام للاعب حسين فالح. رضا ماجي سيترك المباراة لكرار جعفر لاعب منتخب الشباب ولاعب المنتخب الأولمبي المغربي. ترك المباراة بورقة جديدة لسيد لؤي صلاح مدرب الميناء، المدرب السابق يشرف على تدريب القوى الجوية، نفط الوسط، أربيل، الكهرباء. مهند عبد الرحيم، تمريرة كيسندا، ميناء عالية عالية، طالت من هناك. عباس لي كرر، جعفر يلعب الكرة، ابعاد من الدفاعات قريبة جدا والقطع. محاولة الآن هجوم المرتد الآن، بشير لأنيس، بشير جوراني، بعيدة جدا. هذا بشير جوراني التونسي، حاول كرة اللعب للميناء، عباس ياس يلعب الكرة، عاد من مصطفى ناظم، حرة مباشرة وخطأ للميناء. و40 سنة على اللقب الوحيد للسفانة عام 1977 بقيادة المدرب جميل حنون، وكان معاهم أيضا هداف ثعلب الكرة البصرية جليل حنون. تغيير الآن، أنيس سالم المعاري اللاعب اليمني يترك المباراة. الحسين طارق اللاعب القادم من النفط، النوايا واضحة لمدرب الغراف. طبعا حيدر عبيد يريد المحافظة على الهدف وتقوية دفاعاته، لأن أخرج لاعب وسط وأشرك مدافع. حسين طارق يريد طبعا خلال هاي 20 دقيقة محافظة على هذا الهدف الغالي، يعني هدف ب3 نقاط. ممكن الغراف ب26 نقطة حتى وإن بقي بمركز 11، لأن دهوك 26، ديالة 26. هذا المسك مجتبى محمد باللقطة الماضية. مرتضى يلعب الكرة، أحمد محمود، عباس ياس
إياي بليف يلعب الكرة لحيدر، ورقة أخرى لمينا. روبن كيليش إلى الجهة اليسرى، يبقى الغراف متقدما بهدف بالدقيقة 7 طريق اللاعب التونسي اللي ترك المباراة بداعي الإصابة أحمد الحضري. كيليش، إبراهيم لروبن كيليش، كيسندا، حيدر يحاول وإلى الركن، حاول حيدر أحمد، حيدر يترك المباراة، وإياي أيضا يترك 18. زين العابدين جاسم، عالية الكرة للبناء والرأسية وطالت، ويشترك محمد غالب. السلامة مصطفى ناظم لاعب الدولي السابق صاحب 33 سنة، احترف في الدوري الأردني مع الفيصلي، لعب الميناء. بينما هنا محمد غالب. حيدر أحمد ترك المباراة، قدم مباراة جيدة. توجيهات مستمرة من حيدر عبيد. السلامة لمصطفى ناظم، طبعا حيدر بالقرب من الدولي الكبير السابق على الخيمة. جماهير السفانة، جماهير الميناء، لؤي صلاح نظرة على المباراة. مصطفى ناظم ربما السلامة، مجتبى، هذا كوكو نيجيري هداف الغراف ب 11 هدف. عالية الكرة، إبراهيم يقطع الكرة، مهند قريب، حرة مباشرة والخطأ. كيليش، محمد غالب يلعب الكرة لمرتضى علي، كرار يحاول، كيليش تمرير، مهند قريب، حاول اللاعب سيف فالح ابعاد لي الكرة. هذا بشير قراني، بينما هنا حسين عبد الواحد، تماس للغراف، عالية الكرة تقطع من محمد، التماس للغراف، كرة راجعة لحسين أمامية، مرتضى يعيد، عباس فوز عيد الكرة مع علي خالد، انطلاقة لكوكو، تغطية حاضرة، كيليش تمرير، كيسندا والخطأ، كرة من اليسار، كرار، انطلاقة اللاعب اللي اشترك في شوط المباراة الثاني للميناء، كرار، تمرير،
قريبة جدا داخل منطقة الجزاء والتحضير. اوه يا كيسندا، كرة ضعيفة جدا وسهلة كانت. حرة مباشرة والخطأ لبشير قراني. كان تحضير رائع من مهند عبد الرحيم لكن ضاعت الفرصة. جماهير الغراء سعيدة التقدم لغاية الآن. الصراع الافريقي التونسي الجابوني اللقطة الماضية. شوف احمد تحضير كانجولي كيسندا، ضاعت المحاولة. هذا الهدف الرائع الوحيد أتى بالدقيقة 7 عن طريق أحمد الحضري اللاعب التونسي قادم من الدوري التونسي. يعني سجل وانصاب وترك المباراة في أول أعتقد ربع ساعة. بطاقة صفراء على حسين فالح لاعب الغراف. مرتضى، ميناء، تمرير، ابراهيم لمحمد غالب. كرة مباشرة والخطأ لكيسندا. ابراهيم لمرتضى علي لاعب اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. ابراهيم، محمد غالب، تمرير، مهند، كيسندا، كيليش. حاولت التغيير. حرة مباشرة وخطأ لكرار جعفر. اثنينهم بدلاء. الخطأ على علي خالد. لاحظ بالغراب بديل مع بديل مع كرار جعفر. حرة مباشرة للميناء. جماهير الغراب، جماهير ذي قار الحاضرة المؤازرة. بينما هنا عباس فوزي لاعب الارتكاز بنادي الغراب. لؤي صلاح ربما بورقة جديدة. مهند قريب. حرة مباشرة. أحمد محمود وبعيد الكرة إلى ركلة مرمى. ضاعت على الميناء. إلى الأمام. حرة مباشرة والخطأ للغراف. فيدليس كوكو نيجيري. حسين طارق أمامية لحسين عبد الواحد. قطع للكرة بالوسط. عباس فوزي مع أمير عبد الله. عباس ياس يقطع الكرة لكرار ميناء. انطلاقة كرار جعفر. يمر كرار. حكم المباراة قريب لا يشير إلى شيء.
حاول بالكرة تقطع الآن والانطلاقة من اليسار. محاولة خطيرة للميناء شنو اللي يحصل للميناء داخل منطقة الجزاء؟ يعني تعثر كيسندا بفرصة ثمينة، وتعثر أيضا زين العابدين. أحمد محمود يترك المباراة لعلي محسن. علي محسن لاعب النفط السابق يشترك الآن، أعتقد يسموه أميد. تمرير الآن كيسندا، تحضير مهند عبد الرحيم، ولكن سهلة لمجتبى محمد. 10 دقائق الأخيرة على عمر اللقاء، 9 دقائق، هذا الوقت بدل الضاع. يبقى تقدم الغراب بهدف عن طريق التونسي أحمد الحضري. شوف المحاولة لكن النهاية سهلة، وصلت لي مجتبى. علي محسن تمرير إلى اليسار، عباس ياس يلعب الكرة قريبة جدا، مهند بعد هذه المرة من مصطفى، والتماس للميناء. الميناء أكثر حيازة على الكرة، أكثر وصول على مرمى الغراف، لكن نهايات يعني غير جيدة لهذا الفريق. سيد عبد الواحد قدم مباراة ممتازة، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، الراسية والإبعاد هذه المرة من دفاعات الغراف. راجع الكرة مرتضى علي للميناء، وتصل لمجتبى محمد. غراف يبحث عن الانتصار السابع. تحدث طبعا حيدر عبيد بهذا الموضوع، قال التعويض للخسارتين الجولتين الماضيتين امام الشرطه وامام الطلب. راجع الكره لمرتضى الميناء، حاول الان كيليش، حاول يلعب الكره. علي محسن تمريره خطيره، مهند وخطيره، الله. زين العابدين جاسم حاول بالكره الماضيه، لاحظ، لكن وصلت لمجتبى محمد. حاول الآن ميناء، حاول دقائق أخيرة، حرة مباشرة والخطأ للكنغولي كيسندا. شوف الخطأ على عباس فوزي، حرة مباشرة علي محسن للميناء، عالية، عادل بن حسين طارق، حاولة رائعة كانت من اعتقد كرار. جعفر حاول، مجتبى محمد حارس الغراب قدم مباراة ممتازة. القوى الجوية صدارة ب 37 نقطة، الشرطة 35، القرمة ثالثا ب 34، أربيل رابعا ب 34، بعد ذلك الطلبة والزوراء والكرخ وزاخو وديالة، دوك 10،
ب 26. جماهير الغراب حلوة لهذه الجماهير اللي أتت من الناصرية إلى البصرة. مرتضى علي حاول يلعب الكرة للميناء، حاول اللاعب زين العابدين جاسم، لكن الإبعاد من حسين. انطلاقة الآن بشير قوراني حاول بالكرة مع كوكو، خطيرة خطيرة، أوه راية والتسلل. شوف الظهير الأيمن وين، حسين فلاح باللقطة الماضية. 4 دقائق على النهاية وسنلعب في الوقت بدل الضائع. تقدم يبقى للغراب بهدف للتونسي أحمد الحضري. الميناء على الأقل يريد أن يعدل، يبحث عن التعديل، لكن أمام الغراب الفريق الجيد كيسندا هذه الكرة. حسين طارق مرة أخرى، حسين عبد الواحد راجع الكرة، التسديدة وإلى الركنية، ركنية للميناء. هذا هو ميجا علي محسن لاعب النفط السابق، اعتقد ولاعب فترة من فترات الادهوك. كرار يلعب الكرة للميناء عالية، خرجت الكرة إلى ركلة زين العابدين جاسم، كان باللقطة الماضية وهنا. زين بلاح الكرة إلى الخارج، مجتبى حاول يلعب الكرة، دقائق الثلاث الأخيرة على نهاية اللقاء. غراف إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة سيصل للنقطة 26، لكن الميناء على الأقل يريد أن يعدل. بالسلامة للاعب الغراف. سلامة للاعب حسين فلاح في هذه اللقطة مع كرار جعفر. سنلعب في الوقت بدل الضائع. تماس الآن زين عبد الواحد للغراف، بطاقة صفراء بداعي التأخير على حسين عبد الواحد. قوراني قريب، كيسندا للميناء، تمريرة مصطفى ناظم قريب، عباس فوزي غير رايح حسين، تمريرة والانطلاقة، وعبد السليم حماد يلعب الكرة بالوسط. علي محسن تمريرة، محاولة للميناء، لكن طالت الكرة إلى ركلة. خلاص سنلعب في الوقت بدل الضائع. حيدر وين درب غراف بنتائج مميزة، بنتائج رائعة، خاصة هذا اللقاء أول لقاء تاريخي ما بين الميناء العريق والحداثة الغراف، والتقدم لا زال لغاية الآن للغراف. تسديدة من علي، حاول الميناء كرار
عالية، مهند قريب، لكن اللي بعد من حسين. قراني، طلاقة، تونسي، بشير يبحث عن كوكو. يبعد الكرة الحارس عبد السليم حماد. 6 دقائق. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، التقدم للغراف بهدف التونسي أحمد الحضري على الميناء. كرة بها الوسط، أمير حاول بالكرة، عبد الله تقطع الكرة، عباس ياس، تمرير، علي محسن يلعب الكرة مع مرتضى. 4 دقائق متبقية. هل هناك من عودة للسفانة للميناء؟ محمد غالب والخطأ والبطاقة. بطاقة صفراء على لاعب الميناء محمد غالب. واضح الشد والإعاقة لبشير قوراني. غراف طبعا بحاجة إلى هذا الخطأ. عملية قتل الوقت، عملية التركيز. شوف حيدر عبيد، امتصاص زخم الميناء بالدقائق الأخيرة، يقول له الوقت يب. جماهير الناصرية، جماهير ذي قار، جماهير الغراف. الناصرية طبعا قدمت واحد من أبرز هدافي دورينا، حيدر عايد، لاعب الرائع المميز، 28 هدف في موسم 99-2000. كيليش الروبن، تحضير مع علي محسن، تمريرة، كرار قريب، إبراهيم تقدم للأمام، الغيني، عباس ياس، ميناء، محاولة تمرير وتصل لي مجتبى محمد. مجتبى محمد أمامية الكرة، الغراف، أمير يلعب الكرة، بشير قوراني قطع من محمد غالب. الميناء يحاول، من هناك كرار، لكن الإبعاد من حسين طارق. حسين فلاح، الغراف يحاول بهذه الدقائق، تغطية من مرتضى ودفع وخطأ. دقيقتين متبقية على النهاية. هل يعدل الميناء أم يصمد الغراف ويحصل على النقاط الثلاث؟ نقاط ثمينة، 3 نقاط بأول لقاء تاريخي بدوري النجوم وحتى بدوري العالم. جماهير الغراف السعيدة. كوكو يترك المباراة، كوكو يترك المباراة لأحمد ناظم بصفوف الغراف. هذا أحمد ناظم يقطع الكرة، أو حسين، تمريرة، راجع الكرة،
أحمد ناظم طبعا لاعب الطلبة ولاعب زاخو النفط. تمرير عباس ياس، قد تكون الكرة الأخيرة. مؤند تحضير و إبراهيم، وربما الخطأ على الغيني. إبراهيم كونتي لاحظ اللقطة الماضية اللاعب الغيني مع مجتبى. فوز جديد للغراف، فوز السابع والخسارة الثامنة للميناء لغاية الآن. تماس الآن. هذا أحمد ناظم لاعب الطلبة ولاعب زاخو. تمرير علي محسن، قد تكون الكرة الأخيرة. عباس ياس، تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة. أوه باللقطة الماضية حاول كرار. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء. كليش، الكرة الأخيرة من هناك. عباس للميناء، تلعب بعد من الدفاعات، وصفرة الحكم على سلام تنهي أحداث هذا اللقاء بفوز الغراف على الميناء بهدف. الهدف سجل عن طريق اللاعب التونسي أحمد الحضري بالدقيقة طبعا 7 من المباراة. مبروك للغراف، هارد لك للميناء. ألتقيكم في مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.